متابعينا الكرام، السلام عليكم. في هذا الفيديو وكما العاده غنهضروا على واحد الموضوع اللي هو موضوع تيشغل البال ديال مغاربه العالم واللي عنده توا علاقه بالمرحله، وخاصه حنا مقبلين على العطله الصيفيه. هذا الموضوع هذا اللي غادي نهضر معي هو واحد مجموعه من التغييرات اللي علنت عليها اداره الجمارك المغربيه اللي تتخص السيارات. وهنا غادي نتكلموا على واحد جوج نقاط مهمين. هما النقطه الاولى التغيير اللي خاص بالناس اللي يمكن لهم يستعملوا السياره المرقمه بالخارج من تتكون في المغرب، واشنا هما الاجراءات اللي تقدر دير الا كتب الله وتعطلتي في المغرب وفتي المده القانونيه اللي خاص السياره تبقى في المغرب. هادو هما جوج ديال النقاط اللي غادي نطرقوا لهم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو نهضروا على هذا الموضوع نتمنى من الناس اللي تيشاهدوا هذا الفيديو والمازال ما داروش اشتراك للقناه يحاولوا يديروا اشتراك، وما تنسوش لايك وبارطاج لهذا الفيديو حتى تعم الفائده. الموضوع الاول اللي غادي نهضروا عليه هو التغيير فيما يخص الناس اللي يقدروا يستعملوا السياره ديال مرقمه بالخارج. السياره كما تدخل المغرب يمكن يسوقها ملاحق اللي هو في السميه ديالو، ولكن القانون الجديد تيخول لاي شخص يكون عنده اوراق الاقامه خارج ارض الوطن، يكون عايش في فرنسا، في امريكا، في اي دوله، حتى هو عنده الحق يسوق هذيك السياره ديالك اللي مرقمه بالخارج. شرط واحد اللي يكون معاه الوراق الاصليين ديال السياره معاه. اذا هنا اي واحد عنده اوراق الاقامه بالخارج يقدر يسوق السياره ديالك، شرط يكون عنده الوراق الاصليين ديال السياره. بالاضافه للازواج، الزوجه تقدر تسوق السياره ديال الزوج ديالها وتا هو يقدر يسوق السياره ديال الزوج، شريطه يكونوا الوراق الاصليين. وفي هذه الحاله حتى الازواج يمكن لهم يدخلوا السياره ديال الزوجه ديالو ولا الزوج بلا وكاله اللي كانت تيطلبوا مؤخرا، لكن ديما يكون عندك الوراق الرسميين ديال السياره. اما الناس اللي هما عايشين في المغرب وبغاو يسوقوا السياره ديالك، القانون تيشرط بالاضافه للوراق الاصليين ديال السياره خاصك تكون معاه. الا كنتي معاه انت في السياره راه من حق اي واحد عنده رخصيه السياقه في المغرب يقدر يسوق السياره ديالك. هادو هما التغييرات الجداد اللي كاين فيما يخص القانون ديال السياقه. النقطه الثانيه اللي غادي نهضر عليها هو المده القانونيه اللي خاصها تبقى السياره في المغرب. كما تقولوا القانون تيسمح لاي سياره تبقى 6 شهور في المغرب، وهذا القانون تيطبق سواء على صاحب السياره او لا السياره نفسها. على سبيل المثال انت جبتي واحد السياره دوزتي بها 6 شهور ورجعتي وبعتيها لواحد السيد اخر في نفس العام، راه هذيك السياره ما عندهاش الحق تدخل المغرب واخا شخص اخر لانها كملات 6 شهور ديالها في ذاك العام. اذا خاص تدخل العام جديد. هذا يعني للتوضيح. بالنسبه للناس اللي تيوقع لهم شي طارئ، تيكون عندهم شي مشكل ولا شي حاجه اللي هي اورجينتي وبغى يخرج من المغرب وكان باقي ما كمل ديك 6 شهور، راه من حقه يخلي ديك السياره ديالو في اي مكان امن، وعنده الحق يخرج ويخلي ديك السياره ديالو ويرجع. لكن راه يعرف بان خاصو في مده ديال 6 شهور اللي ما تكملش خاصو يرجع ويخرج هذيك السياره من المغرب. هذا هو القانون. اذا اللي عنده شي اغراض ولا عنده شي حاجه راه ماشي مشكل خلى السياره في المغرب، غير هي ما تكونش كامله ديك 6 شهور. بالنسبه الى كتاب وقدر الله كملات المده القانونيه وانت باقي حاصل في المغرب، ربما عندك شي مشكل ولا عندك شي غرض والله الله يحسن العوان ما تنعرفوش الحياه شنو تيوقع، اشنو هما الاجراءات اللي يقدر دير. بالنسبه لاي سياره فاتت المده ديال الشهور تتوقع عليها بانك غادي تادي واحد الغرامه، وهذه الغرامه تتبدل وتتغير القيمه ديالها على حساب المده اللي بركتها السياره. انا غادي نعطيكم شحال يمكن لك تخلص على السياره اللي تعطلات في المغرب. بالنسبه الى فتي 6 شهور وما تعديتيش 30 يوم من بعد 6 شهور عندك واحد الغرامه ديال 1000 درهم. من 30 يوم حتى 60 يوم عندك غرامه ديال 2500 درهم. من 60 يوم حتى 6 شهور عندك غرامه ديال 5000 درهم. ولا السياره فاتت 6 شهور ديال الروطار تعطلات في المغرب من بعد الشهور القانونيه اللي عطاوها عندك واحد الغرامه ديال 10000 درهم. وهاد الاثمنه ديال الغرامات الا مشيتي انت باراده ديالك وبغيتي تسوي الوضعيه ديال السياره ديالك وتقاد الامور ديالك. اما الا بقات السياره واقفه ولا بقات السياره غاده
وحبسوك هما ولقاوك مخالف القانون ومخالف هاد المده، راه تتخلص الدوبل ديال هاد الاثمنه ديال الغرامات. اذا الا كانت 30 يوم غتولي 2000 درهم، من 30 يوم حتى 60 يوم غادا تولي 5000 درهم، ومن شهرين ل 6 شهور غادا تولي 10000 درهم، وفوق 6 شهور غتولي 20000 درهم. اذا المبلغ غادي يدوبل. اذا ردوا بالكم من هذه المساله ديال السياره الا بقات اكثر من المده القانونيه اللي في المغرب. وغادي نحل واحد القوس وغادي نهضر على ديك الدراجات اللي الكهربائيه وتتسمى المونوباتينو. هذا اللي تيلعبوا به الوليدات وكلهم الناس تيسولوا عليه، لان الدراري الصغار تيبغوا يلعبوا تيبغوا يدوا معاهم. الناس يشولوا واش يمكن لي ندخلوا ولا ما يمكنش لي ندخلوا. يا سيدي هذا المونوباتينو يمكن لك تدخلوا المغرب، لكن باستيراد مؤقت على شريطه انك خاصك تخرجه. وفي غالبا تيفرضوا عليك تخلص واحد الضمانه ديال 1500 درهم في الديوانه، نهار كضمانه بانك غادي تردو، نهار تتردو تيعطوها لك ومريضنا ما عنده باس. هذا هو الجديد اللي كاين في اداره الجمارك. اي جديد غادي نحاولوا نتقاسموا معكم ان شاء الله. ما تنسوش بارطاج واشتراك في القناه ولايك لهذا الفيديو. تحياتي.